تخيل كريستيانو رونالدو بنفسه يخرج عن صمته ويتحدث عن منتخب الجزائر بعد فوز قاتل في الدقيقة 119. تصريح لم يكن عادياً، بل رسالة قوية وصادمة لكل من شكك وسخر. في ليلة كروية ستبقى محفورة في ذاكرة جماهير محاربي الصحراء، لم يكن فوز المنتخب الجزائري على الكونغو الديمقراطية مجرد تأهل عادي، بل كان إعلاناً واضحاً: الجزائر عادت لتقاتل، لا لتشارك فقط. وقبل أن نبدأ، إذا كنت فخوراً بهذا المنتخب، اضغط إعجاباً للفيديو. فوز قاتل ورسالة أقوى من النتيجة. الجزائر تحسم المواجهة بهدف قاتل في الدقيقة 119 في واحدة من أكثر مباريات كأس إفريقيا 2025 إثارة توتراً وضغطاً. مباراة لم تحسم بالمهارة فقط، بل بالإرادة، بالصبر وبالقتال حتى آخر نفس. لكن المفاجأة الحقيقية لم تكن في الهدف، بل فيما قيل بعد المباراة. بينما كانت الأفراح تعم الشارع الجزائري، خرج كريستيانو رونالدو بتصريح غير متوقع، رد فيه على صحفي حاول التقليل من إنجاز الجزائر واعتبر التأهل مجرد صدفة. رونالدو لم يسكت، بل قال كلاماً وصفه كثيرون بأنه صفعة إعلامية قوية. ماذا قال رونالدو؟ رونالدو صرح قائلاً: تابعت مباراة الجزائر والكونغو وأنا في السعودية، لم أكن أشاهد كمشجع عادي، بل كلاعب يعرف معنى الدقيقة 119. وأضاف: هذه ليست دقيقة عادية في كرة القدم، هذه دقيقة يظهر فيها معدن الفرق الكبيرة. وقال أيضاً: الجزائر لم تفز بالصدفة، من يقاتل حتى النهاية يكافأ. لماذا أثنى رونالدو على الجزائر؟ رونالدو ركز على 4 نقاط خطيرة: منتخب لا يعرف الاستسلام ولا يبحث عن الأعذار، لا تضييع وقت، لا انتظار ركلات ترجيح، بل بحث مستمر عن الهدف. لاعبون على حافة الإنهاك، لكن بعين واحدة تقول: لن نخرج اليوم. رونالدو أكد أن الجماهير الجزائرية كانت حاضرة في كل تدخل وفي كل صرخة. رونالدو وجه رسالة مباشرة قال فيها: هذا الفوز ليس النهاية، بل البداية. فكروا كأبطال لا كضيوف. وأضاف: الجودة موس الثقة، إساف أخطر مزيج في كرة القدم. كلام من لاعب يعرف معنى البطولات، ويعرف أن الأصعب ليس الفوز، بل الاستمرار. لماذا هذا التصريح صادم؟ لأن رونالدو نادراً ما يشيد بمنتخبات خارج دائرة المرشحين التقليديين، ولأنه شبه روح الجزائر بروحه هو شخصياً، وقال جملة أثارت ضجة: الجزائر في هذه المباراة ذكرتني بنفسي. ماذا يعني هذا للجزائر؟ هذا يعني أن الجزائر لم تعد مجرد اسم الخصوم، سيحسبون لها 1000 حساب. الروح عادت، والثقة ولدت من جديد. وعندما تجتمع الروح مع الجودة ومع جمهور لا يتوقف عن الإيمان، فالنتيجة قد تكون شيئاً تاريخياً. الجزائر لم تفز فقط بمباراة، بل استعادت احترام القارة واعتراف أسطورة بحجم كريستيانو رونالدو. والآن السؤال الحقيقي: هل تكون هذه البطولة بداية المجد أم مجرد محطة؟ اكتب رأيك في التعليقات، ولا تنسى الاشتراك، لأن القادم أقوى.